الحرب خدعة. نجاح أي حرب يكمن في الخدع، وإحنا هنا هنفصفص استراتيجية الآخر ونجهز دفاعنا وبعدين هجوم. أول خطوة ابعد يعني إيه؟ يعني أسيب البيت؟ يعني أمشي وأسيب صاحبي؟ كل مرة يجي نرجسي علشان يتخانق معاك ويدخلك في الدراما بتاعته أو يحتفل بيك بطريقة أوفر حبتين، غمض عينيك، ركز كويس جدا. هو ليه جاي يعمل كده؟ ليه بيدخلك في الدراما بتاعته؟ أو ليه جاي يحتفل بيك؟ ركز، هو عايز إيه؟ عايزني أضعف ولا عايزني أتنفخ بنجاح يمكن ما يكونش حقيقي ولا النجاح بتاعي؟ مهمتك هنا إنه ما يعرفش نقط ضعفك ولا قوتك، لا يعرف إيه اللي بيبسطك ولا إيه اللي بيزعلك، لأن كل مشاعر بتصدر منك هي مكسب ليك. 2. حاوط نفسك بناس، صحابك أو زمايلك. النرجسي سواء كان مدير أو قريب أو حبيب، هو مهمته حاجة واحدة: فرق تسد. لأنك كل ما تكون لوحدك كل ما يكون سهل السيطرة عليك وضربك في نقط ضعفك، لأنه بمنتهى البساطة بيبدأ يغذيك بصورة عن نفسك من وجهة نظره، وطبعا الصورة دي عمرها ما هتكون كاملة، وهتكون ساعتها مهمتك أنت إنك تصلح كل الحاجات اللي من وجهة نظر النرجسي مش كويسة. يا إما تشتغل أكتر عشان تاخد رضاه، يا إما تدي أكتر علشان اللي قدامك يحبك أو يقول إنك بتحبه بجد. ومهمة الناس القريبين منك إن هم يفوقوك، يعرفوك إذا كنت أنت فعلا الشخص اللي بيوصفه النرجسي ولا لا. هل انت فعلا مقصر؟ هل انت فعلا ما بتشتغلش على اكمل وجه؟ هل انت فعلا ما بتطلعش الحب اللي جواك وما بتهتمش باللي حواليك؟ كل الحاجات دي كلها الناس القريبين منك هم اللي هيقدروا يعكسوها. 3. اتطور. بص، العلاقة مع النرجسي هي زي الفريسة اللي وقعت في شبكة عنكبوت، بيفضل يلف عليها الخيوط الحرير بتاعته، بيخلص عليها لما بيتأكد تماما انها بقت ضعيفة وما تقدرش تقوم ولا تدافع عن نفسها. وعلشان تقدر تمرن نفسك انك تعمل حاجات تديك القوة وما تخليكش ضعيف، اعمل أنشطة زي انك تسافر لوحدك، تتعلم لغة جديدة، تتعلم رياضة جديدة. من الآخر وسع دوائرك، لأنه بمنتهى البساطة كل ما توسع دوائرك وتتعرف على ناس جديدة ما بيكونش النرجسي هو المصدر الوحيد لصورتك عن نفسك. ولو أي حاجة في يوم من الأيام قالها ضدك انت مش متأكد منها أو مش حاسس انها موجودة فيك، هيكون حواليك ساعتها 1000 من يقولك العكس، وساعتها مش هيقدر أبدا النرجسي انه يتمكن منك. ولو في الشغل، ادخل في مشاريع مع موظفين من أقسام تانية علشان تثبت انك شاطر وجدير بالثقة، فلو مديرك نرجسي مش هيقدر يتهمك بالتقصير إذا كانت في نتائج تانية بتقول العكس. 4. مرن عضلاتك عشانك تروح الجيم. النرجسي بيحب ياخد الأضواء، اسحبها انت منه. اتكلم عن نجاحك سواء كان في الشغل أو في الحياة أو في التجارب اللي حواليك، المهم انك ما تخليهوش يحس انك مش واثق من نفسك. 5. ودي النقطة الأخيرة: ساوي المسطرة. دايما النرجسي بيحب يكون هو اللي فوق وانت اللي تحت، هو الأعلى وانت الأقل. لا، ساوي الميزان. يعني لو في وقت من الأوقات جرب يتريق عليك عشان يضحك الناس، ما تضحكش، نكته ما بتضحكش. هو دايما قوته في انه بياخد منك معلومات، عايزك تتكلم كتير عشان تغلط كتير، والمهمة الوحيدة اللي لازم تعملها انك تسكت، ما تتكلمش، ما تديش معلومات كتير عن نفسك ولا عن اي حاجة تانية بتحصل في حياتك للنرجسي. حتى لو كانت المعلومات دي مش مهمة او ملهاش قيمة من وجهة نظرك، فهي من وجهة نظر النرجسي كروت بيعرف يلعب بيها امتى وازاي. الخطوات دي لو طبقتها، حتى لو كان النرجسي اقرب شخص ليك عايش معاك، مش هيقدر ان هو يخترق دايرتك ولا مساحتك الشخصية، لانه فجأة هيحس ان بقت في حدود ما بينك وما بينه. انت الوحيد اللي بتدي الاشارة الخضراء انه يعديها او الاشارة الحمراء انه يقف في مكانه. قوتك في علاقتك مع النرجسي هي انك تسيطر. قولوا لي اذا جربتوا الخطوات دي ونجحت، واذا عرفتوا توقفوا نرجسيين عند حدهم. اكتبوا لي في الكومنتس ايه رأيكم في الخطوات دي واذا كانت سهلة او لا. اشوفكم في حلقة جديدة من سبوتس.